بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، أسعد ببقائكم معنا لمتابعة هذه المبادئ العظيمة التي أسس بها الإسلام مجتمعه الجهادي بناء على الأخلاق الجماعية. نتحدث في هذه الحلقة عن مبدأ عظيم من مبادئ البناء الجماعي للمجتمع المجاهد، ألا وهو تخليص الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. فكل فرد في المجتمع ولاؤه خالص ممحض لله، ثم لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم لإخوانه المؤمنين الذين يعيشون معه في هذا المجتمع ويركبون معه هذه السفينة. إذ قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والملفت أنه ربط بين الغلبة والنصر والفلاح وبين هذا الولاء، بين هذا الترابط، وبين الاستقلال عن الارتباطات في ولاءات خارجية لا تصب في مصلحة الأمة. فهنا قال: فإن حزب الله هم الغالبون. وفي سورة المجادلة بين أنه لا يمكن أن يجد أحدنا شخصا يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يرتبط بولاء مع جهات أخرى. فقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. إذن لا يمكن أبدا أن يجتمع في قلب مؤمن مجاهد إيمان ثم ولاء لأعداء الأمة، لأعداء الله، لأعداء الدين. لا يمكن. في واحدة من الثنتين: إما أن يكون في القلب إيمان فيطرد أي مظهر من مظاهر الولاء لأعداء الله وأعداء دينه، وإما أن يكون في القلب ولاء لأعداء الله وأعداء دينه، وبالتالي فلا مجال لوجود الإيمان في هذا القلب، فإن الولاء لأعداء الله يطرد الإيمان، والإيمان يطرد الولاء لأعداء الله. ومن هنا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. على طول من وضع نفسه في دائرة ولاء لأعداء الله ولأعداء الأمة فقد ظلم نفسه، ثم خرج بذلك عن دائرة الإيمان. ومن أصرح الآيات المخيفة في هذا فقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني انتهت كل علاقة له بالله. بمجرد أن يرتبط بأعداء الله أو أن يسمح لمظهر من مظاهر الولاء بينه وبين أعداء الله تنتهي علاقته معه. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. والحقيقة أن الصحابة الكرام الذين تربوا على هذه النصوص وعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد محضوا الولاء في الجملة، ولم تحدث خروقات إلا نادرة جدا، كذلك الخرق الذي وقع فيه حاطب بن أبي بلتعة ونزل القرآن يشنع عليه أيما تشنيع، لدرجة أن الصحابة الكرام استأذنوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أن يقطعوا عنقه، غير أن رصيده السابق شفع له كونه كان من أهل بدر. لكن في الجملة كان الصحابة الكرام لديهم انضباط دقيق في مبدأ الولاء والبراء. فهذه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء والدها إلى المدينة في العام الثامن يريد أن يجدد الصلح، أراد أن يجلس على فراش النبي فسحبت فراش النبي، فقال لها: رغبت بالفراش عني أو رغبت بي عن الفراش؟ يعني هل الفراش لا يليق بي أم أني لا أستحق الفرش؟ فقالت: هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. عبد الله بن أبي لما تطاول أبوه على رسول الله وعلى المؤمنين
بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل أبيه، فجاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن كنت تريد قتل أبي فمرني آتك برأسه. قال: وما ذاك؟ قال: إن الأنصار يعلمون أنه لا أحد أبر مني بأبيه، وإني أخشى أن تأمر غيري بقتل أبي، فلا أصبر على رؤية قاتل أبي، فأقتل مسلما بكافر، فإن أردت رأسه فأنا من يأتيك برأسه. فقال النبي: بل نحسن صحبته ما دام معنا أو نحوها. فلم تطب نفسه حتى وقف على مدخل المدينة أثناء عودة النبي من غزوة بني المصطلق، وهو شاهر سيفه، حتى إذا جاء والده قال له: وراءك، أين تريد؟ قال: ويحك، ما بك؟ قال: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، فتعلم أنك أنت الذليل وأن رسول الله العزيز، لأنه كان قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بهذه الصور والنماذج من الولاء الصادق ظهرت فعلا حقيقة التربية الجماعية على مبدأ الولاء والبراء. ولعل من أعجب الأشياء في أحداث غزة عرضت جائزة 5 مليون دولار لمن يدل على أسير، فلم يحدث ولا مرة واحدة. هذه هي التربية الإسلامية في الأخلاق الجماعية وإعداد المجتمع للجهاد في سبيل الله. نسأل الله أن يجعل ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يجعلنا من الصادقين في ولائهم وحبهم وبغضهم، فأوثق عرى الإيمان البغض في الله والحب في الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.